السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معلش ان انا متأخرة عنكم في الفيديوهات بقالي فترة، بس والله غصب عني. ان شاء الله الايام اللي جاية هننزل مع بعض فيديوهات جديدة وفيديوهات كلها حماس. هنا بقى هنسمي بالله ونصلي على الرسول زي ما احنا متعودين ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا ايه هنعمل مع بعض بسكوت في 10 دقايق. هنا معانا الاول حاجة بيضة ومعاها باكيت فانيليا. هنا نص كوباية سكر. هنضربهم في الخلاط كده زي ما انتم شايفين لحد ما السكر يدوب معانا. هنا انا كنت ضفت له نص كوباية السمنة، بس الخلاط ما ضربهمش حلو، فاضطريت ان انا انقلهم في المضرب واضربهم مع بعض كده لحد ما السكر بتاعنا يدوب تماما والمكونات تتخلط مع بعضها وتدي قوام كريمي كده زي ما احنا شايفين. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده القوام بقى زي كريم شانتيه. كده القوام بتاعي مظبوط. تعال بقى نعمل مع بعض بقية المكونات. هنا معاكي بولة وهنحط كوبايتين دقيق عليهم مع معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر ورشة ملح. ذرة ما بين صوابعك هتحطي عشان تظبط معانا الطعم. هنا بقى دول معلقتين كبار نشا. هنضيف عليهم المكونات بتاعتنا، الخليط اللي احنا عملناه، وهنقلبهم بقى ايه، نخلطهم مع بعض كويس. عارفين ان البسكوت ما بيتعجنش، يا دوبك احنا بنتوه الدقيق في المكونات وتبقى العجينة مظبوطة. وهنقولك ازاي تختبريها. هنا هو يا دوبك انا بتوه البتاع كده خلاص بقى مظبوط. هنا معايا ايه، نص كوباية مية. هنا بقى انا كنت بنزل بالمية بتاعتي معلقتين بمعلقتين لحد وكل بعد يعني ما الف في العجينة حبة بشوف العجينة بتاعتي مظبوطة ولا لسه محتاجة مني اي سوائل علشان البسكوت بتاعي. واما الاقيها لسه بتشقق يبقى البسكوت بتاعي محتاج لسه سوائل، انما زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو طالما ما عادش فيها اي شقات كده العجينة بتاعتي مظبوطة 100%. هنا بقى نركنتها على جنب عشان تشمع على ما نجهز الصاج بتاعنا. الصاج بتاعنا مش هندهنه اي مادة دهنية ولا هنحط فيه اي حاجة، صاج الألمونيا. هنكورهم بقى مع بعض ونشكلهم زي ما انت حابة، ببسطامة الكحك او بالمنقاش. حابة بالشوكة، هتعمليهم بالمعلقة زي ما انت حابة. هنا بقى ايه، يعني في وقعة انا وقعت فيها وانا بعمل معاكم البسكوت، ان انا كورت البسكوتة الاول، محبش ان اي حد يقع فيها. كورتها الاول وعلى ما خلصت الصاج بدأت بقى ايه ان انا اضغط عليها كده حاجة بسيطة، يا دوبك ايه اخليها مسوية ما تبقاش كورة. شققت معايا، ما هي طبيعي لازما هتشقق منك لان اتعرضت للهواء وشمعت، فلازما هتشقق منك لما تيجي تشكليه. انما في صاج الصغير هتشوفوه معايا برضو وانا بعملها. كورتها وعملتها بايدي، ببططها حاجة بسيطة خالص يعني. ظبطت معايا عن ما انت تكوريها وبعد كده تبقي تبططيها بايدك حاجة خفيفة. لا احنا هنعملها يعني هتكوريها وتعمليها على طول، يا اما تحطيها في الصينية وتضغطي عليها على طول. هنا بقى ايه، بعد ما خلصنا انا هشكل التشكيل بتاعي بالمعلقة.
هنعملها على شكل هلالات، هعملها 5 هلالات كده مع بعض. هعمل معاكم كام واحدة. ولو اول مرة تشوفيني في قناتي، انا اميرة صابر في قناتي اميرة في مطبخي. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله. ولايك حلو وتعليق منك لو الفيديو بتاعي عجبك النهاردة. وهنشوف بقى ايه زي ما انتم شايفين كده الشكل اللي احنا عملناه. شكل بسيط جدا ورقيق، وفي التسوية بيبقى شكله تحفة. وهقول لكم على التسوية برضو المظبوطة. هتحطيه في الفرن على الرف في الشبكة على الرف الأوسط. هتحطيه لمدة خد مني من 25 دقيقة، يعني من تلت ساعة ل25 دقيقة. ما بيغيبش منك، ما بتشغليش الا النار من تحت على درجة الوسط، يعني متوسطة، ولا هي هادية ولا هي عالية. مش هياخد منك اكتر من الوقت اللي انا قلت عليه. انا ما شغلتش الا الفرن من تحت، ما شغلتش الشواية من فوق خالص. هنا بقى ايه الصاج الصغير اللي انا قلتلكوا عليه، كنت انا كورته، بس ايه رجعت خدته كورته تاني وعملته حاجة خفيفة كده ما شققش مني وظبط مني جدا. وان شاء الله تجربوه وهيعجبكم باذن الله. هنا برضو نفس الشكل. حابة انت تغيري او تنوعي عادي، ممكن تحطي برضو الاتنين على بعض وتحشيهم وتقدميهم متغطيين بالشوكولاتة او فرماسيه، او عندك بقى مكسرات اللي انت حباه. هنا بقى كنت انا خلصت اهون، وده من بعد التسويق. شايفين الجمال والحلاوة بقى. بألف هنا وعافية يا رب للي ياكله. واتمنى ان انت تجربي البسكوت بتاع النهاردة، ان شاء الله هيعجبك جدا جدا ومش هتبطلي تعمليه. ومقاديره سهلة وبسيطة وخفيفة جدا. ويا رب كده ايه. هنا بقى يا حبايب قلبي انا كنت مقدماه ساده مع الشاي. شايفين اللون من فوق ومن تحت احمر ولونه ذهبي، واخد اللون من التسويه المظبوطه. والعجينه بتاعته هشه وطريه جدا ودايب كده دوب. شايفين هو بيتكلم عن نفسه، انا مش محتاجه اتكلم عنه. اي والله ربي. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.